صباح الفل. حاجة كده حبيت أشاركها معاكم. أكتر سؤال بتسأله في جلسات المنتورنج مع الكوتشز بيسألوني يا كوتش نيفين قولنا نصيحة نبتدي بيها طريقنا، أو حاجة تساعدنا في بناء البيزنس بتاعنا، أو إن احنا نكبر أكتر أو نتعرف أو نتشهر. اللي بيتفرجوا على الفيديو ده دلوقتي وكانوا حصلوا وسألوني السؤال ده هيبقوا عارفين ان دايما ودائما ردي الوحيد هو سمعتك. سمعتك هي اساس كل حاجة، واوعوا تفتكروا ان الدنيا كبيرة قوي بحيث ان انتوا مش هتظهروا. لا، الدنيا صغيرة والدنيا ضيقة، والاسم بيسمع والسمعة بتسمع. البراند الشخصي مهم جدا 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 جدا، ومهم جدا ان انت يبقى ليك صورة وليك البراند الخاص بيك. بس انا دايما بقول والله لو عملتوا 1000 براند وصرفتوا ملايين الجنيهات والدولارات والريالات وكل العملات اللي ممكن تتصرف على بناء البراند الشخصي، بس انتوا سمعتكم مش تمام او مش ماشيين باخلاقيات المهنة بشكل تمام، مش هتنجحوا. السمعة بتسمع جدا، وبالنسبة لي الأثر الطيب اللي هتسيبوه في نفوس اللي حواليكوا، سواء انت كوتش وبتعمل جلسات كوتشنج او ترينر ودخلت جوه القاعة التدريبية وسبت أثر مع المتدربين، ده اللي هيرفع شأنك بإذن الله، وهو ده اللي هيسمع. وهو مش هيتقال بقى نيفين اللي عندها الصفحة عليها كام متابع، ونيفين اللي عاملة براند شخصي مش عارفة، لا، هيتقال اسمك وهتشوف بعد اسمك هيتقال ايه. فحافظوا دايما على انا هيتقال ايه بعد اسمي، ايه الاثر الطيب اللي هسيبه بعد اسمي ده، وانتوا في بداية طريقكم هو ده اساس والحجر الاساس اللي انتوا هتبنوا عليه اي حاجة. سمعتك ثم سمعتك. طيب تمام، وانتوا في البداية دقوا كل الابواب، جربوا كل حاجة، ما تقولوش لحاجة لا. ليه؟ لان لولا التجربة ولولا الحاجات اللي انتوا هتخوضوها مش هتتعلموا. فما تقولوش على حاجة لا في الاول. طبعا حاجة تكون بتتماشى طبعا مع اخلاقيات المهنة وكل حاجة. حلو كده، اخدنا خبرة ومشينا وعدينا سنين كتير واتكعبلنا ووقعنا وقمنا وكل الكلام ده، نتقل بقى. يعني نيجي في مرحلة بقى نتقل بمعنى ايه؟ ننتقي الاختيارات بتاعتنا، مش اي حاجة نوافق عليها، مش اي حاجة، لا، انا ابتدى يبقى ليا اسم، ابتدى يبقى ليا براند، ابتدى يبقى ليا تخصص. ركز في التخصص بتاعك، او ركز انت عاوز تتشاف فين. خلاص حددنا احنا عاوزين نتشاف فين وابتدينا ننتقي. اتقل انت بقى في تصرفاتك وفي ظهورك في الحتة اللي انت فيها. بمعنى ايه؟ ما تبقاش خفيف، ما تبقاش مبهرج، ما تبقاش شوي. اعرف كويس قوي امتى تتكلم وامتى تسكت، وخلي شغلك هو اللي يتكلم عليك. خلي الفيدباك من الناس هو اللي يشاور عليك ويقول هو ده. حلوة قوي قوي قوي. انا مش بقول ان احنا ما نظهرش انجازاتنا وما نعلنش عن الشغل بتاعنا، بالعكس تمام، ما ينفعش اصلا ما نعملش كده. احنا لازم بنحط بوستات، بنحط فيديوهات، بنحط كل حاجة بتقول انا فين دلوقتي. طبيعي ان انت لازم تعرف الماركت من حواليك، او علشان تبني البيزنس بتاعك انت بتوري الناس انت فين دلوقتي. انا وصلت لليفل ايه، انا ايه البوزيشن بتاعي، ده اتس اوكي. بس في شعرة ما بين ان انت بتوري العالم الخارجي او الكوميونتي اللي حواليك، او بتعرف في بناء البيزنس بتاعك انت فين دلوقتي، وفي شعرة ما بين الشغل، او ان انت تبقى خفيف. كل حاجة بتعلن، كل حاجة بتعلن وتخليك تخلي اللي بيقرا البوست مثلا اللي هو ايه عايز ايه. اوعوا توصلوا للقطة دي. يعني ما توصلوش للقطة ان اللي يقرا البوست بتاعك يقول فايه بقى. لا، دايما ضيفوا فاليو في البوست بتاعك، دايما في قيمة، دايما في رسالة ورا البوست ده. بس خلوا الرسالة يكون ليها معنى، ما تبقاش رسالة من حيث ان انا بصوا انا موجود اهو، انا موجود، انا شايفيني ولا مش شايفيني. لا لا لا، خلي عندكم برستيج، اقبلوا حاجات معينة،
ما تجروش ورا حد مش عامل لكم قيمه. اعرفوا كويس قوي امتى تحطوا مجهودكم. والدايره او المجتمع او المكان اللي تلاقي انه بيقلل منك او بيقلل من امكانياتك او مش مقدر وجودك، انسحب منه بهدوء. مش غرور ومش اي حاجه، هي ثقه ومجهود سنين انت مشيت فيه، وبالتالي لازم بيجي وقت كده ابقى متقدر. فلو المكان اللي انا مش فيه مش متقدر، لو اللي بتعامل معاه مش متقدرني، شكرا، انا ليا كفاءتي وليا خبرتي وليا برستيجي وليا مكانتي، وانا اقدر ابني ده بعيد عن اي حاجه تانية. فخدوا بالكم قوي من النقط دي، سواء انت حد لسه بتبتدي في اي مجال بقى. يعني كلامي ده مش بس للكوتشز، في الكوتشنج، في التدريب، في اي مجال تاني، سواء انت لسه بتبتدي او في نص الطريق. فخدوا بالكم قوي من الحاجات دي. يومكم جميل.